صباح الخير. هذا اللي أمامكم هو نبات دمعة الطفل، ولا أسماء ثانية يعني، بس مشهور عندنا بالعراق احنا نسميه دمعة الطفل، وباقي الدول يعني الأغلب يسموه دمعة الطفل. هذا النبات برأيي الشخصي من أحسن وأفضل وأسهل النباتات للمبتدئين بالزراعة، اللي شخص مبتدئ بالزراعة. على الرغم أنه نبات بطيء النمو، يعني نموه يكون بطيء نسبيا، لكن هو نبات قوي متحمل صبور ما يموت بسرعة. بس أكوش كم شغلة لازم تهتم بيها حتى يستمر وياك هذا النبات ويكبر. هو طبعا يكبر عن هيك النبات، هذا يكبر كلش، يوصل لارتفاعات يعني، ويكون نبات شبه متدلي، يعني هاي أوراقه تدل. وهذا من النباتات العصارية. شنو يعني عصارية؟ يعني يخزن الماء بالورق مالته. من ناحية السقي، هذا النبات ما يحب السقي الزايد عن اللزوم. من تشوف التربة مالته نشفت بشكل كامل يلا تسقيها، ما يهم نوع التربة، المهم تنشف التربة مالته بشكل كامل، تصير حجارة يلا تسقيها، تشوفها مستحقة تسقيها. هذا النبات يحب يكون بمنطقة مشمسة بشكل كامل، ويتعرض لأشعة الشمس المباشرة، أو تخليه بمكان شبه ظل، يعني توصله إضاءة شمس، المهم توصله إضاءة شمس. بس هو يفضل يكون منطقة مشمسة، يعني شمسها قوي. من ناحية التسميد، هذا النبات يفضل أن تسمده كل سنة بسماد عضوي حيواني، ما يهم نوع السماد، يعني الحيواني، سماد غنم، دجاج، أي شيء. بالشتاء مرة واحدة تسمده بالشتاء، سواء كان يعني مزروع بسندانة مثل هذا أو مزروع بالأرض، سمده داير بدايرة، يعني يحفر داير بدايرة ونطي سماد حيواني متحلل، لازم يكون متحلل، سماد غنم، سماد دجاج، أي شيء، سماد عضوي بشهر الواحد أو شهر الثاني، بس يفضل بشهر الواحد حتى يكون مستعد، يعني جاي الربيع ويكون منطلق وينمو. خلال فترة الربيع تقدر تسمده بالأسمدة الكيميائية، يا أما NPK متعادل، أو NPK عالي نيتروجين، أو عالي بوتاسيوم، بس يفضل سماد متعادل، يعني كل العناصر تكون به متعادلة، سماد يعني العشرينات أو 15 أو أيا يكون NPK، أو تقدر تنطي سماد الداب حتى تقوي الجذور مالته، اللي يكون هذا السماد المحبب، يعني هذا يكون دعابل هيك صغار. من ناحية الإكثار مالته، هذا الإكثار مالته كلش سهل، اقطع وازرع، ما يحتاج أي شيء، مجرد خلينا نقول هذا غصن مثلا، أو هذا أيا يكون، هذا القطعة منه تزيل الأوراق هاي السفلية، وتنشخه بالتربة، تغرسه بالتربة، هو راح يطلع من تلقاء نفسه، وما يطول أسبوع إلى أسبوعين، 3 أسابيع بالزايد، يعني تلقاه مجذر وبدأ النمو. سبق وأن نوهت أنه هذا النبات بطيء النمو، لكن إذا اعتنيت بالتسميد مالته، سماد حيواني غيرها، راح تلاحظ عليه نشاط. يعني هسه احنا خلال فترة الربيع والصيف لاحظت عليه نشاط، يعني بدأ ينمو، وش اسمه، يعني بدأ يصير بنشاط. نبات كلش حلو لطيف، خصوصا ملمس الورق مالته، إذا تلاحظ الورقة مالته كلش لطيفة وحلوة. هذا النبات ما يصلح يكون نبات داخلي، هذا نبات شمسي خارجي. هاي الورق مالته طبعا قابلة للأكل، أكو بيها بعض الدول يأكلوها، وأكو بيهم يطوها غذاء للحيوانات خصوصا الفيل. هذا كل شيء تقريبا عن نبات دمعة الطفل. نبات صبور متحمل قوي، سهل الإكثار، العناية به سهلة، يحب منطقة مشمسة، بس أهم شيء الداري من ناحية السقي، أهم شيء تزيد عليه السقي. هذا إذا تزيد عليه السقي ورا والتربة ما ناشفة، راح تعفن عندك الجذور، راح توقع هاي الأوراق مالته، راح يتأذى. وهذا النبات يعني من يكبر ويوصل لارتفاعات عالية، يعني هيك هذا حتى تكون أسعاره غالية. إذا يعني شفت نبات كلش كبير ومعمر بالمشتل، نبات معمر يعني وكبير، أراد صاحب المشتل ب70,000 و100,000 يعني. ليش السعر يعني غالي؟ يصير لأن بطيء النمو مثل ما ذكرنا، بينما هذا يعني هيك ارتفاعات وأكبر شوية وأصغر، لا رخيص الثمن،
هاي عندنا احنا بالعراق بتحصله ب2000 دينار، ب3000، ب5 بالزايد، الاحجام الكبيرة يعني. بس اذا عمر عندك وكبر هذا يكون يرتفع ثمنه. اتمنى هذا الشرح يكون ساعدكم يعني وبمعلومات مفيدة. واي شخص عنده سؤال استفسار ايا يكون يعني خليه بالتعليقات وراح اجاوبك ان شاء الله. مع السلامة.